معتقدات الإيزيديين حبذا لو تتكلم عنهم. موضوع الإيمان، الخالق، هل هنالك إله الشر، إله الخير؟ أعتقد أنا أخي من خلال حديثي أنا قد جبت على الكثير من هذه الأسئلة. لدينا إيمان بالإله الواحد، ولدي عندما تبحث في النصوص الدينية الإيزيدية لا تجد كلمة شر وكلمة واحدة من ضمن النصوص الدينية الجماعة. لدينا الاعتقاد بأن الإنسان لابد أن يكون نظيفا من كل شيء. أم دجين فاقجيش إيمانية، فاقجي النظافة من الإيمان. النظافة ليس نظافة الجسم، لا نحن لا نعتقد. طبعا الجسم أيضا جزء منه، ولكن نظافة اللسان لابد أن يكون الإنسان اليزيدي يكون نظيف اللسان، لا يكذب، لا يأتي بكلمات غير أدبية. يكون الإنسان اليزيدي نظيف من كافة النواحي في لسانه، أيضا في قلبه أن يكون نظيفا، لا يكون حاسدا وحاقدا على البشرية من يذكرهم. هذا أن يكون عقله أيضا نظيفا. لا قبل قليل أيضا تحدث عن الموضوع، لا يكون عن عقله أنه يخطط للجرائم، للإرهاب، لما شابه، لكسر شوكة الإنسانية، وإنما يخطط للبشرية بما هو أحسن، بما هو أفضل، أن يكون عقله يخدم البشرية يستفاد منه. الإنسان يستفاد من عقله ومن عقل الآخرين أيضا. لو تجمعت العقول البشرية لاستفاد الجميع من مخططاتهم، ولكن لو جميع البشرية يخططون من أجل انهيار البشرية إذا ستنهار البشرية بلا شك. هل لأجل ذلك ثياب هم يفضلون الثياب البيضاء؟ نعم بالتأكيد، فيلبسون الثياب البيضاء ولا يلبسون. تأتي هذه تغييرات. لدينا تغييرات أيضا، مثلا لو تلاحظ أنا لابس ملابس غير بيضاء بالرغم قميصي أبيض، لكن القميص أبيض. نعم قميص أبيض وداخل أبيض أيضا كراس أدي أبيض. يعني الإنسان اليزيدي دائما يحب السلام. يعني كل ما يتحدث اليزيدي قبل أن يصلي يقول يا إلهي أن أدعوك يا إلهي إلى جميع الأقوام 72 قوما وأنا منهم، ولا يقول أنا وثم والأقوام، لا، يا ربي تهفتي دوم لك ستري مجي بيرا يعني أنا وأنا منهم. يدعو للجميع وأقول أنا منهم، ولا يقول أنا ولا بعقد الأقوام، لا. هذه دائما أول ما يبدي بالصلاة لازم يقول هذا.